لكل مشاهدينا من خلال شاشة القناة الثانية وعالم الرياضة قضايا رياضية. النهاردة من خلال حلقتنا وكل يوم سبت وحد بنتطرق لموضوع بيشغل بال المجتمع الرياضي وبنطرحه من كافة الأوجه، وكمان بنقول أوجه للحلول. يعني مش بنطرح المشكلة بس أو القضية بس، لا بنحاول نجد لها حلول. امبارح ومن خلال حلقتنا طرحنا موضوع الحرب الكلامية في اتحاد الكرة والتقرير اللي كان منشور او التحقيق اللي كان منشور في اخبار اليوم. والتحقيق ده كان بيتكلم عن الفساد داخل اتحاد الكوره، وتحديدا المبالغ اللي اتصرفت للجهاز الفني والاجهزه الفنيه لكره القدم في مصر. والامبارح قلنا ان هي بتصل ل 20 مليون جنيه مهدره. كابتن عزمي مجاهد قال لا انا هجيب الارقام بكره اللي هو على النهارده من واقع سجلات اتحاد كرة القدم. هنطرح الموضوع ده النهارده، بالاضافه طبعا لازم هنشوف تداعيات نتيجه مباراه الامس اللي كانت ما بين الاهلي وسيو سبورت الايفواري، وكانت النتيجه طبعا زي ما حضراتكم تابعتم 2-1 للفريق الايفواري. فرص النادي الاهلي ان شاء الله في مباراه يوم السبت القادم. دي موضوعاتنا النهارده في قضايا رياضيه. هنخرج لفاصل وهنعود نرحب بضيوفنا ونبدا مباشره قضايا رياضيه. رجعنا لحضراتكم مرة تانية وبنرحب بضيوفنا اللي بيشرفونا النهاردة في قضايا رياضية ودايما بيكونوا معانا كل يوم سبت وحد. كابتن عزمي مجاهد المتحدث الرسمي باسم اتحاد كرة القدم المصري ومدير الإعلام في الجبلاية، منورنا دايما كابتن عزمي. أستاذ حازم، وتحيات تمام للزميل والصديق العزيز الاستاذ عبد الشافي صادق. انا بتاعتنا النهارده بس مش هسيبكم برضه. ما هو يعني في خناقه برضه النهارده. وطبعا معانا دايما الاستاذ عبد الشافي صادق الناقد الرياضي الكبير ومدير تحرير الاهرام الرياضي. منورنا كده. الله يكرمك يا استاذ حازم، شكرا. طيب كابتن عزمي بيسن اسنانه عليا. امبارح خوفنا شويه. بس قال لك هجيب مستندات واجيب اوراق. لما نشوف الورقه اللي كاتبها دي مش معترف بيها. طب مش لما نشوف ايه الورقه؟ طيب ماشي. طبعا البدايه دايما بتكون مع الاخبار الحصريه اللي بيخصنا بيها الكابتن عزمي مجاهد عن اتحاد كره القدم المصري. عندنا ايه النهارده من اخبار كابتن؟ النهارده بقول لك وصول فرق بعثه سيو سبورت يوم 2 يوم بعد بكره ان شاء الله. ساعد سفر المهندس هاب ليطا والمهندس احمد مجاهد برفقه المهندس انا بريده لانهاء مشكله مباراه غانا ومصر، لان مستحقات اتحاد الكره فيها $1,900,000 ان شاء الله هتخلص. عقد اجتماع اللجنه الفنيه يوم 8/12 لوضع المعايير اللي هيتم بها اختيار المدير الفني. اعتذار المنتخب الاولمبي عن المشاركه في بطوله شمال افريقيا. العميد ثروت سويلم يعكف على عمل هيكله في اتحاد الكوره. بمعنى هيكله في كل الادارات. يعني في ناس هتمشي؟ يعني اللي له لازمه هيقعد، اللي ملوش لازمه هيمشي. طب والاعتذار عن شمال افريقيا ليه؟ لان الوقت غير مناسب يتعارض مع البرنامج اللي حطه الكابتن حسام البدري. دي الحاجات الاساسيه في اتحاد الكره اللي هي طبعا اللي لسه جديده. الاستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكره سافر امبارح عشان قرعه افريقيا 2015 ان شاء الله. في موضوعين مهم جدا. اول حاجه موضوع رياضي. طبعا الكابتن احمد الجيزي كابتن مصر في كره الطايره، من احسن اللعيبه اللي لعبوا كره طايره في تاريخها يعني. ده هو مدير نادي الصيد في بورسعيد. ارض نادي الصيد دي طبعا بتأجرها
مأجرينها من حق محافظه انتفاع. بورسعيد سنه 79، كويس. وما زالوا بيدفعوا فيها الايجار الى الان. تمام. هيئه قناه السويس لها تلت الارض. تلت الارض اللي فيها ايه بقى؟ المنشآت، الفندق، الملاعب، المبنى الاجتماعي. عندهم مجمع سكواش، عندهم ملاعب فولي، عندهم ملاعب باسكت بول، المنشآت المنشآت دي تلت الارض. دي تلت الارض. دلوقتي هيئه قناه السويس عايز تاخد الارض دي. يعني احنا ما بنصدق يبقى في نادي منفذ للشباب. هو العقد خلص يعني ولا عايزين؟ مش عايزين يجددوا. مش عايزين يجددوا. والنادي ده متأجر، الارض دي متأجره من المحافظه. هيئه قناه السويس رفعت قضيه كسبتها. طب الناس هتروح فين؟ هتروح في الشارع. الملاعب والمبنى الاجتماعي والحدائق والكلام ده يا جماعه، انا اشك ان الفريق ما مشي يعلم حاجه زي دي، او يفكر ان هو يهدم صرح زي ده. ده صرح كبير جدا. ده نادي الصيد. نادي الصيد في بورسعيد. ولما تروح يا استاذ حازم نادي الصيد في بورسعيد، الكابتن احمد الجيزي هو المدير بتاعه، المدير التنفيذي بتاعه، شيء مبهر وحاجه محترمه جدا. وبعدين في فرق، ما اكيد في صيغه قانونيه لحفظ الحقوق. ما انا عايز اقول حاجه. يعني ولا النادي يتضر اللي هو من سنه 79، ولا ممتلكات هيئه قناه السويس تتضر. بس ايه الصيغه القانونيه؟ ما انا عايز اقول ايه، ان طالما في ايجار وفي ممكن يعلي نسبه الايجار، ممكن، لكن ان نادي ومنشآت وناس ملاعب، يعني منفذ للشباب يا جماعه. هو عدد الاعضاء قد ايه في النادي؟ كتير. كتير، لان هو يعني يمكن النادي الوحيد اللي فيه كثافه عدديه من الاعضاء. يعني احنا ما بنصدق ان شبابنا يروحوا يمارسوا رياضه ويتعلموا الرياضه ويبعدوا عن البنجو والمخدرات. اجي اهد انا بناشد. لا احنا لازم بناشد محافظ بورسعيد. والفريق ما مشيش. انا على ثقه ان هيخلص هذه المشكله. تمام. لان المشكله دي قائمه يا جماعه. دي حاجه. الحاجه دي رياضه. الثانيه وزير التربيه والتعليم. لا، وزير التعليم العالي. مصروفات الجامعه بقت شيء رهيب جدا. قصد حضرتك الجامعات الحكوميه؟ ايوه، الجامعات الحكوميه اللي هي بتاخد كانها خاص. يعني جامعات حكوميه، القاهره، عين شمس. دي حكوميه وبتاخد كانها زي الجامعات الخاصه. هو اعلى من الخاص. اعلى من الخاص. انا بقول لك عندي في الشيخ زايد في فرع جامعه القاهره، في كليتين شغالين. الرسوم السنويه اعلى من اي جامعه. انا بقول للسيد وزير التعليم العالي فين مما يحدث. رؤساء الجامعات فين مما يحدث. اشمعنى الجامعات دي اللي فلوسها عاليه جدا. انا عندي جامعه المنصوره فلوسها عاديه جدا. لكن ده شيء جديد علينا. انا اول مره بيعملوا بيزنس. انا لما سالت كابتن عزمي على الموضوع ده، لان جامعه القاهره فرع جامعه القاهره في الشيخ زايد، قالوا لي هم عملوا جزء استثماري زيهم زي الجامعات الخاصه، بس بيحمل اسم جامعه القاهره. ده من حقهم. بس هو يعني لكن لا يعني احنا عندنا سألت. لكن لما سالت على الرسوم لقيتها اعلى من جامعه مثلا اجنبيه هنا في مصر. لا، وفي تلاقي حاجات غريبه. يعني ازاي ده انت هروح جامعه القاهره وادفع 30,000 جنيه مثلا؟ يعني عارف يا استاذ في السنه في جامعه عين شمس مثلا، الساده المشاهدين تلاقوا ان عاملين مثلا مصاريف احد الكليات 18,000 جنيه. ده حاجه ضخمه. وبعدين ياخدوا من الولاد المصاريف العاديه اللي هي 300 جنيه، وبعدين ياخدوا منهم ثمن الكارنيه 15 جنيه. يعني لا في حاجه. اين وزير التعليم من هذا؟ مش تقول لي بقى اتحاد الكوره هنا الفساد. لان الجامعات المصريه الحكوميه لازم تقدم خدمه، بتخدم الشعب، حتى لو ما والشعب مش كله قادر يا جماعه. يسال. انا حسب الكلام ده حسب الاداره في البلد اللي يسال في ده، ولازم الوزير التعليم العالي ياخد قرار ويجتمع بيهم. هو المجلس الاعلى للجامعات. المجلس الاعلى للجامعات هو اللي ادى التصريح للجامعات دي يعملوا جامعات خاصه بمبالغ فوق طاقه الشعب. انا بسال سؤال، مين اللي بيخش الجامعات دي؟ لا طبعا الابناء المصريين والولاد المتفوقين برضه. الحاجه الاخيره ان بلدنا هتستمر لامتى كده في الاعلام الفاسد يا جماعه؟ اخر حاجه بقى اخر حاجه الاعلام الفاسد. امبارح جايبين اسر الشهداء على عيني وراسي، واخد بالك؟ لكن فين الشهداء بتوعنا بتوع الشرطه والجيش؟ محدش بيفتكرهم. فين يا جماعه؟ بيفتكروا وانا عايز افهم من هو الشهيد؟ الشهيد اللي راح يقتحم اسم، ولا يحرق مجمع علمي، ولا يقتحم سجون؟ يقولوا لنا ايه الشهداء؟ انا واقف، الجندي واقف ولا الضابط واقف بيحمي اسمه او منشأته،
يتقتل محدش يجيب سيرته والبلطجي هو اللي يبقى شهيد. تمام. الاعلام يا جماعه، الاعلام اعلام الملايين والمليارات، في اعلام فاسد في مصر وفي غسيل اموال في الاعلام، وانا قلت 100 مره واضح لان دول الغربان اللي هي بتطلع في الفضائيات الخاصه دي كلهم بياخدوا ملايين، يعني مش حاسين بالشعب وهم لهم يعيشوا في الجو ده، يعملوا مشاكل، يعملوا فتنه عشان ياخدوا فلوس. او هو كان امبارح كان في فرصه ليهم يعني عاشوا حياتهم. تمام. اين الدوله من هؤلاء؟ هيسيبوهم للمنظر ده عشان بلادنا تخلص؟ انا واخد على خاطر من الدوله لازم تبقى اقوى من كده. وكل الجماعه المخربين والجماعه الخونه والعملاء واللي بيدعوا تيارات مختلفه كلهم واحد، بيكسبوا ويتربحوا من وراء تخريب مصر. يعني احنا عاوزين نقفل الصفحه دي ومصر هتدهسهم والشعب المصري هيدهسهم ومصر القويه والعظيمه. لا تقول لي اصل 6 ابريل و6 مايو ولا 6 حازم لسه بيشككوا امبارح في الشرطه ولسه بيشككوا في جيشنا. الشعب امبارح اتصرف يا كابتن. بعد اذنك الناس دي مش في اجهزه رقابيه في الدوله. اما يسيبوا شويه الاعلاميين اللي بياخد له 20 مليون في الشهر في السنه بياخد 20 مليون، هو يهمه مين يموت ولا مين يعيش؟ هو ياخد ال 20 مليون جنيه. هم بيتاجروا بالدم الناس اللي بتموت. ايه الكلام ده؟ ما تشوفوا برامج امبارح يا جماعه. كابتن عزمي ماشي، يلا ندخل بقى على يعني ده بيهم البلد. في القضايا الرياضيه لازم كده يبقى في جزء يمس الناس يمس الناس ويمس حياتهم عشان تعرفوا ان الرياضه مش بعيده ابدا عن مشاكل الناس. هنروح لمباراه الاهلي وسيو سبورت امبارح اللي اتلعبت وكان نتيجتها 2-1 لصالح سيو سبورت. تقييمك استاذ عبد الشافي للمباراه دي، والاهم فرص الاهلي، يعني الاهلي قادر ان هو يحقق 1-0 ان شاء الله في مباراه السبت القادم، لكن ايه المطلوب؟ هي دي اول مره الاهلي يخسر في مباراه ذهاب. ايوه. خلينا خارج ارضه. خارج ارضه. أيوة. مباراه ذهاب في نهائي. اول مره النادي الاهلي يخسر. واول مره كمان دخل التاريخ سيو سبورت يكسب النادي الاهلي 2-1. لكن رغم الهزيمه 2-1 لكن فرص الاهلي اكبر واوسع، وان شاء الله هنحتفل يعني الجون اللي جابه الاهلي برضو ده بيقلص الفرق. بيقلص الفرق. في ماتش الاهلي ماتش الذهاب امبارح كان في اخطاء فنيه. طيب لو مسكنا الجول، احنا امبارح قلنا اول حاجه الجول، لو مسكنا اللي هو احمد عادل عبد المنعم ضربه الجزاء، يعني ده انا ما كانش متوقعه ان يحصل منه الخطا ده. يعني في اخطاء دفاعيه فاضحه حصلت امبارح. كل خط الدفاع حتى محمد نجيب وسعد سمير، صابر رحيل كان مجهد. باسم علي كان مجهد. خط النص ما فيش تماسك. النص الاولاني من الماتش كان النادي الاهلي مش هو النادي الاهلي اللي احنا نعرفه. جاريدو ليه ما قدرش ان هو يستدرك النقص ده؟ اكمل لك بس يا استاذ حازم، اكمل. هو حتى جاريدو كان ليه بصمات او ليه دور في حكايه ان النادي الاهلي كان متراجع. اداؤه متراجع في مساله التشكيل. يعني احنا فوجئنا ان احنا كل الناس كانت متوقعه ان رمضان صبحي اللي متالق امبارح هيكون موجود، ففوجئنا ان وليد سليمان موجود. كنا متوقعين ان تريزيجيه اللي مقدم نفسه بشكل عالي جدا موجود، فلقينا احمد خيري موجود. فحتى في عدم تماسك في خط وسط النادي الاهلي. الباكين ما كانش شغالين، كانوا مرهقين. هل من السفر والرحله الطويله احمد صبر رحيل وباسم علي. ما فيش كمان انسجام ما بين مسؤوليه جريدو هنا، ان هو كان المفترض يلعب بالتشكيل اللي كسبه هنا او يلعب بالناس اللي جربهم، بدليل ان ماتش النصر قبل لا يمشي نزل اوراقه كلها، نزل رمضان صبحي، تريزيجيه كسب وكسب. كان المفروض دايما احنا اتعودنا في كره القدم اللي اكسب بو العب بو بالظبط، فهو ما عملش ده. دي قاعده اللي تكسب بو العب بو. فهو ما عملش ده، عشان كده النادي الاهلي خسر. لكن حتى هقول لما عمل تغييرات رمضان صبحي نزل وعماد متعب خرج وكمان موسى ايدان نزل، فشكل الاهلي اتغير. اللي انا عاوز اقوله اوصف جون النادي الاهلي لما الكره جت من وليد سليمان من اقصى اليسار على رمضان صبحي اللي حولها بضربه راس لتريزيجيه، حولها على طول جون سهل جدا وجون رائع جدا. طب انت مقعد تريزيجيه ليه؟ وقعد رمضان صبحي ليه؟ انت كمان لازم تحيرنا وتنكد علينا. يعني تريزيجيه رد عليه مباشره، يعني كان الجواب مباشر، حوار مباشر. الاهلي بقول لك عدم تماسك خطوطه والارهاق ده خلى الشوط الاولاني كله الاهلي مش موجود. وسيو سبورت مش فريق قوي قوي، يعني مش مرعب عشان يضغط النادي الاهلي ويحصل فيه اخطاء دفاعيه وفي اختراق في سرعه. لو يعني طوينا صفحه مباراه الامس، احنا دلوقتي خلينا في مباراه السبت اللي جاي. يوم السبت. بس انا ليا تعليق صغير. طبعا كابتن عزمي. اولا كل مدير فني بيبقى هو الادرى بحاله لعيبته. بس يا كابتن انت اتعودت ان تكسب يلعب بو. انا فاهم بس في حاجه مهمه جدا، واحد زي عادل عبد المنعم
احمد عادل عبد المنعم انا يعني بقلع له القبعه احتراما، لانه فتره طويله جدا يا جماعه ما شاركش، ولكن بيشارك بشكل كويس وبمستوى كويس. ايوه. بالنسبه للتشكيل بس الخطا قاتل. معلش احنا بشر. بالنسبه للتشكيل، ان المدير الفني للنادي الاهلي له وجهه نظر ان هو لازم يبقى معاه كارتين بره جاهزين يغيروا ممكن من نتيجه المباراه. المباراه دي لها وضع خاص لانها بتتلعب على الترتان، والنادي الاهلي ما بيلعبش على ترتان، وفي عنده لعيبه كتير جدا ممكن تتصاب بالترتان لان عندهم بعض الاصابات في الركبه في الاربطه والكلام ده. فاحنا لازم يعني نعذر الفرقه امبارح رحله كابتن، ما احنا قلنا الاصابات مش هتلعب اللي هو عبد الله السعيد وشريف عبد الفضيل. اللعب على الترتان نفسه ماشي، ما بيبقاش اللاعب في حالته. ايوه يا كابتن، بس احنا لو فتحنا كمان احط على دكتي قوتي لا، ولو فتحنا الباب للشماعات مش هنخلص. انا مش بقول لك شماعات، انا مش بقرر له لكن النتيجه ايجابيه مش وحشه، وانا شايف النادي الاهلي قادر. ما هو ده اللي احنا بنقوله، بس محتاج الجمهور يا كابتن. لا، هي غير الجمهور. انتوا هتسمعوا له جمهور قد ايه؟ 20,000. طيب، لا طبعا دي نقطه كويسه، بس انا عايز ارجع لحضرتك يا استاذ عبد الشافي وجزئيه توقع طريقه لعب السيو سبورت الفريق الايفواري في مباراه الاياب، وان هو هيحاول قدر المستطاع انه هيجي يلعب راس حربه واحده. غير راس حربه واحده، ان هو هيعمل عايز يحافظ على النتيجه. يعني هيعمل دفاع منطقه طبعا. بالظبط، هو في جسور بشريه هيعملها. طيب، يبقى هنا ايه يعني احنا متوقعين ان هو هيعمل كده، متوقع كده. يبقى انا كمدير فني جريدو انا هقدم الحلول. الحلول ان انا ما اعتمدش على اللعب من الاجناب او الاطراف، ولا اعتمد على الاختراق من العمق. لازم التنويع في اللعب. كل الكره العالميه بتعتمد على التنويع في اللعب. اللعب من الاختراق من العمق، اللعب من على الاجناب، استغلال المهارات، التسديد من خارج منطقه الجزاء. وعندنا ناس كتيره في النادي الاهلي بيسددوا من بره منطقه الجزاء، زي وليد سليمان وزي تريزيجيه وزي حسام غالي وحسام عاشور. يمكن حسام عاشور ما بيجيبش جوان كتير، لكن حسام غالي من الناس اللي بيشوطوا كويس قوي. فلازم يقدم لنا الحلول، مش حل واحد ان نعتمد على الكرات العرضيه وحد يقابلها بالهيد، او اعتمد على الاختراق من العمق عايز ارقص المدافعين كلهم وحارس المرمى عشان اروح اجيب جون. طيب. التنوع في اللعب، وان انا افتح جبهات كتيره جدا، ده اقدر اخلخل بيه دفاعات. طيب، دي رقم واحد. رقم اتنين، يعني السيناريو الافضل ان شاء الله ان الاهلي يحقق الفوز بفارق هدف او هدفين. هو 1-0 الاهلي ياخد البطوله 1-0 خلاص، او يحقق الفوز بدون الفريق الضيف ما يحرز اي اهداف. فده سيناريو ان شاء الله هو اللي يتحقق. لكن في حاله السيناريو الاخر اللي هو تبقى النتيجه 2-1 لصالح الاهلي، ضربات جزاء، يبقى ضربات جزاء. لازم الجهاز الفني الاهلي يحط هذا هو ده موضوع في الاعتبار، اللي هو يدرب لاعيبته على ضربات الجزاء. ودايما كمان ان النادي الاهلي لو وصل الامر، دايما الاهلي بيحسم مبارياته في الملعب. ما بيستناش ضربات جزاء. وشفنا ده في ماتش الصفاقسي لما ابو تريكه جاب الجون اللي جاب بيه البطوله من تونس. كانت المساله لو وصل ضربات جزاء كان خلاص. الله اعلم. انما الاهلي في ضربات الجزاء ملوش. خلينا نبقى يعني كعبه مش عالي فيها. عشان كده دايما الاهلي بيدخل الماتش بيخلص الماتش في الوقت. ما عندوش استعداد يعني. هو جريدو هيهتم بالتدريب على ضربات الجزاء، هيشوف مين عنده اللعيبه، هيقسمهم من 1 لغايه 5، ومين اللي بيجيد اكتر، مين اللي اكثر اتزانا، مين الاكثر هدوءا. ده شيء وارد. طيب، لكن اللي في الاعتبار ان الاهلي هيخلص المباراه في الملعب ان شاء الله. احنا ليها نقطه برضو مهم جدا. الاهلي لما بيوصل للنهائي بتلاقي فرقه شكل تاني، تختلف يا كابتن. خصوصا ان هي على ارضه قرب للفوز وعلى ارضه وبين جمهوره. بس عايزين نزود ال 20,000 دول يا كابتن. ما هو برضه في كلام في كلام السيد وزير، لان في تصريحات في شنك بتطلع كتير، جماهير هتخش اللي بيطلع من وزاره الداخليه بيتقال صح الى الان 20,000 غير حوالي 1000 او 2000 دعوات. لكن اللي انا عايز اقوله ان الاهلي لما بيلعب نهائي والماتش العوده في ملعبه وبين جمهوره بتلاقي فيه روح قويه جدا عشان البطوله ان شاء الله. الاعداد النفسي مهم جدا. دور مجلس الاداره والمهندس محمود طاهر في الهدوء والاستقرار اللي بيعيشه النادي، بعيد عن المشاكل، بعيد عن اي مشاكل، بتبص تلاقي فيه اعداد نفسي طيب للفرقه. دور الجهاز الفني برضه في اعداد الفرقه نفسيا. وانا شايف ان الاهلي الاقرب للبطوله. الاهلي معودنا ان لما بيوصل للنهائي بيكون فيه زي ما تقول استقتال ودفع، روح الفنانه الحمراء. احنا طبعا عندنا موضوع مهم طرحناه امبارح،
هنستكمله النهارده مع حضراتكم، لكن بالارقام، ويفترض انا بقول اهو بالمستندات. كابتن عزمي مجاهد وعدنا ان هو هيجيب مستندات، لكن هو الحقيقه جاب ارقام بس. الى اي مدى هنتقبل هذه الارقام ومدى صدقها ده اللي هنشوفه مع حضراتكم، بس بعد ما نطلع للتقرير ده. والتقرير ده كمان كنا عرضناه. طيب حاضر حاضر يا هبه، فاصل، نطلع لفاصل ونرجع. هبه مستعجله على الفاصل. هبه مستعجله على الفاصل طبعا لازم تعمل شغل. نشوف الفاصل ونرجع هنتابع مع حضراتكم التقرير ونستكمل قضايا رياضيه يا هبه. نستكمل حلقتنا وقضايا رياضيه، وهنشوف ايه الرد اللي عند الكابتن عزمي مجاهد على الموضوع اللي طرحناه امبارح من خلال التحقيق الصحفي المنشور في اخبار اليوم عن المبالغ اللي الاجهزه الفنيه صرفتها في الفتره اللي فاتت. يا كابتن عزمي عايزين نعرف مين خد كام وليه. ما هو الاول عايز اقول احنا هنستكمل عشان الحوار اللي حصل او المنشور بطريقه انا مسميها اقرا الحادثه. ايوه واخد بالك؟ ده رايك الشخصي. يعمل منشط كده اقرا الحادثه وتيجي تفتح ما تلاقيش حادثه. ايوه، امبارح الاستاذ عبد الشافي اعترض على الكلام. ما انا بقول معلش هو بيعترض على طول. بس يعني هو معترض على طول. لا مش معترض على طول. انا معترض على الحال المايل. ماشي. طيب هو جبت لنا ارقام. جبت الارقام. اتفضل. وعلى فكره لما بجيب ارقام لابد ان تكون ارقام موثقه، لان ما يصحش ان ابقى مسؤول واجيب ارقام. يعني الارقام دي على مسؤوليتك. على مسؤوليته، بس هذا ارد عليها قلتها وكلامه خلاص. انا واخدها. هل عليها ختم الاتحاد؟ بس هو يتكلم بعد اذنك. هو مش هيسكت. انا واخدها من الاستاذ محمود خليل. يعني المصدر الاستاذ محمود خليل مدير الشؤون الماليه. طيب قول لنا الارقام ايه اللي قاله كابتن شوقي غريب بياخد 250,000. بياخد 125,000. كابتن احمد حسن قالوا بياخد مش عارف كام، بياخد 46,000. الكابتن علاء نبيل 45,000. كابتن عبد الستار 20,000. كابتن اسامه نبيه 20,000. كابتن محمد سلام مدرب حراس المرمى 18,000. دي الارقام اللي صادره من اتحاد وعلى مسؤوليتي. وانا على مسؤوليتي غير مقتنع بهذه الارقام. ما ينفعش. اصل لازم تطلع حضرتك. بص لو سمحت يا صبشي، لو سمحت يا كابتن عزمي خلينا نتكلم الله يخليك. لما اجي اتكلم على مرتب حد بطلع عقده زي ما انت جبت عقد فاروق جعفر امبارح. صح ولا يا استاذ حازم؟ ايوه بس بقول العقد ده احنا اتفقنا يا كابتن عزمي ان انا اشتغل عندك في اتحاد الكوره مقابل 10 قروش. هو ده العقد اللي معترف بيه. انما كلام اقوله للناس في وسائل الاعلام وان هي تصدق. بعد اذنك. لا بعد اذنك سيادتك تصدق ما تصدقش ده مش انا ده الناس. لا انا اللي بقول عشان انا. يا سيدي الفاضل هذه الارقام لو فيها جنيه زياده انا اتحكم. طب يا كابتن عزمي ليه ما جبتش يعني اجيب ازاي يعني؟ اجيب ازاي؟ ما هو ده هي المصداقيه. اجيب ازاي يعني؟ هي دي المصداقيه. اطلع مستند ازاي انا؟ مش هطلع مستند. ده مستند معاك انت مش في اتحاد الكوره يا كابتن. لا ثانيه واحده. يعني احنا مش خدناه منك. ده عقد فاروق جعفر. عقد فاروق جعفر. انا بوريك بس اشمعنى ده مستند وده مش مستند. بعد اذنك عشان بس الكلام اللي بيتقال ملوش لازمه. ان الكلام غلط اللي احنا بنقوله. رحت قاريه لك امبارح يا كابتن عزمي. انا سؤال، انت جبت عقد الكابتن فاروق امبارح وطلعنا على الهوا وكلنا اتفقنا طالما اصل عقد شريعه المتعاقدين. يعني اجيب لك اصول الصرف بتاعتهم يا كابتن استنى بس. العقد شريعه المتعاقدين وحضرتك عارف وعضو مجلس اداره محترم وراجل اعلامي مهم جدا في مصر. لكن اللي انا عاوز اقوله العقد شريعه المتعاقدين لما اطلع اقول ارقام للناس اقول لهم يا جماعه ادي العقد بتاع فلان زي ما عقد فاروق جعفر قلته كده امبارح
والناس اقتنعت. بعد اذنك بقى انا إيه بقول المشكلة إن بعد العقود اذنك تطلع؟ بعد اذنك على مسؤوليتي الشخصيه ان هذه الارقام، وهجيب لك الحلقه الجايه اذن الصرف اللي بيستلم عليه، تمام؟ لو في يعني يا جماعه هو برضه مش للدرجه دي يعني مش للدرجه ما ينفعش ان احنا يعني دي خصوصيات برضه ما ينفعش ندور، ما ينفعش ان انا اقول كلام غلط. لكن احنا ده عمل عام احنا عمل عام، بس احنا عايزين نعرف مش بتكلم خصوصيات ان انا المبلغ اللي اهدر يعني انا طبعا اهدر وفساد. لا هي انا دي الروح مش الروح، ما هو مش حصل فشل، مش كل حاجه فيها يا جماعه مش حصل فشل يا جماعه، مش كل حاجه تتقال فساد. مصر مش فاسده. انتوا بتصوروا ان البلد دي كلها عايمه في بحر من الفساد. ما يصحش. انت بتقول دلوقتي ان الارقام دي المبلغ اللي اتصرف انا بقول لحضرتك المبالغ اهي. في بقى بعد اذنك في بقى ايه اللي نتكلم فيها مصروفات اخرى زي المعسكرات. ده على غرار خروف. لا معلش، لا هو بيتكلم يعني هو بياخد انت بتاخد راتبك من الاهرام خلاص، وانا باخد راتبي عشان لا، في فرق بين الرواتب وفرق بين المصروفات. في معسكرات، في تذاكر طيران ده تعادي. ما هو اللي بيقول، هو اللي بيقول اهو. ما انا بقول لك اهو. في مكافآت، في اتوبيسات، فيها يعني ايه الحاجات دي دي المبالغ قد ايه؟ الاجمالي اللي اتصرف على المنتخب الفاشل قد ايه؟ والله انا ما اعرفش يعني في فرق بين الرواتب وفي فرق بين المعسكرات والتكلفة. لا الرواتب دي انا يعني يعني ممكن يعني توصل 4 مليون 4 مليون 750 مثلا. شامله ايه بقى؟ شامله كل المصروفات اللي هي دي بالنسبه للمعسكرات، تذاكر سفر، اكل، اتوبيسات، مكافآت، الكلام ده بالاضافه الى الرواتب. لا هو الرواتب، لكن لما يتقال كله اتصرف كذا لا. يعني المبلغ اللي اتقال امبارح 20 مليون ده لا ده كان لا عشان نوضح يا استاذ حازم 20 مليون ده لبرادلي مش الكابتن شوقي غريب. برضو يا جماعه احقاقا للحق لا اتقال 20 مليون برادلي برضو معسكرات ومباراه. برادلي يا كابتن لعب 46 مباراه دوليه. دقيقه واحده بس هقول لك ازاي مش هيوصل الرقم. انا هقول لك اهو. برادلي برضو اسمحوا لي ان انا برضو اجيب لكم البيان. برضو ممكن يصل، بس اللي انا بقول لك عليه ان الموضوع بتاع الحادثه ده كان جايب رواتب مع معسكرات مع تذاكر سفر مع اتوبيسات مع الكلام ده. فده بقى بيبقى ممكن يوصل 4 مليون 750. كابتن عزمي انا بقول لحضرتك مش هنختلف. النقطه اللي احنا عايزين نتوقف عندها ان الاجر ده مقابل عمل. ما انا بقول اهو، نجح فيه فشل فيه هياخد اجره. هياخد اجره. تمام. لكن انا بتكلم على المصروفات الاخرى اللي هي يفترض ان دي اتاخدت من مال عام الشعب بيدفعه علشان عايز ينبسط وفريقه يبقى حتى مشرف. تمام. يعني انا عايز اقول هو ده المبلغ اللي احنا بنقول عليه ان ده كله توتال مع بعض. يعني عايز اقول لك حاجه، في فرقه في العالم ما بتعملش معسكرات. لا تعمل طبعا. في فرقه في العالم ما بتعملش. بس تعمل نتائج. طيب هو ظروفك بقى، انت هتعاقبهم ليه بقى؟ يعني انا بتكلم في جزء وانت بتتكلم في جزء. يعني ما نصرفش الكلام ده ويكسبوا او يخسروا. يا كابتن المصاريف دي وارده. طيب اي منتخب بيكلف، دي اسمها تكاليف منتخب. والمرتبات انت لو جبت مدرب اجنبي هتديله $80,000 هتدفع، هياخدهم. طب اقول لك حاجه يا استاذ شافي، ومش هيصعد كاس الامم، مش هيصعد. هقول لك حاجه يا استاذ شافي، المرتبات اللي بياخدها الجهاز ده كله تعادل مرتب برادلي واقل منه. ماشي؟ يعني تعادل مرتب برادلي بس فرض كل الجهاز ده. لكن اللي انا عايز اقوله، بس هو لا كرامه للنبي في وطنه يعني. انا مثلا بس اللي انا عايز اقول لحضرتك حاجه، ان لما تيجي تحسب المعسكرات بتذاكر السفر بالكلام ده بتجيب المبلغ ده. لكن اللي انا عايز اقوله واكده ان قالوا ارقام يا استاذ عبد الشافي بالنسبه للجهاز الفني مغلوطه وعلى مسؤوليتي الشخصيه. انا بكلمك انا ما دام مش تحت ايدي عقد من أو اي عقد من الناس اللي شغاله، فما اقدرش اقول ارقام. ماشي، دي واحده. الحاجه الثانيه نشكك في كلام انا مش بشكك. انا بقول رايي. عزمي مجاهد مسؤول في لا انا مش بتكلم على كلام كابتن عزمي. قلت له انا ما اعرفش مرتبات مش هقول. وهو بالتالي قال لك انا هجيب لك دي واحده. الحاجه الثانيه، احنا بدل ما نقعد وبعدين نتكلم على المعسكرات، منتخب مصر في التقرير اللي قدمه كابتن شوقي غريب عمل 5 معسكرات. لعب 4 ماتشات وديه، جامايكا وشيلي والبوسنه واخرها كينيا قبل ما يروح السنغال ويتغلب في السنغال. بس اقول لك حاجه يا استاذ شايف الحته دي. عايز اقول لك حاجه، لما واحد مسؤول
يجيب ارقام مضروبه يبقى مش محترم. لا احنا مش عاوزين لا شكل وبعدين انا يعني خلي بالك بص يا كابتن، يكفي ان هو اجتهد. يعني بص اقول لحضرتك الحلقه مش مقدرش متسجله أقول. انا فاهم. بص متسجله حضرتك وعلى اليوتيوب بص هتبقى بص حضرتك يعني هنمسكها لك يعني. بص هقول لحضرتك حاجه كمان. لما اجي اجيب انا ارقام ما بروحش كده، بجيب المسؤول نفسه. انا جبت الاستاذ محمود خليل وده راجل اصل هو بيقول لك منين؟ بقول لك يعني من مدير فلان. الاداره هو موجود في الاتحاد يا استاذ حازم، دي واحدة هو هياخد بس. معلومته من فين يعني؟ دي واحده بس. انما انا ممكن اخد معلومه هو مش على درايه بيها. ومع ذلك قال لك هجيب لك ما انا بقول لحضرتك يعني آه. بجيب الاستاذ محمود خليل بقول له يا استاذ محمود ده احنا عندنا المدير العام بتاع الاداره الماليه الاستاذ احمد محب، اقسم بالله عشان تصرف جنيه لازم يعني تعمل عجين الفلاح. ده الاستاذ احمد محب مدير الاداره الماليه ده مش هو اللي عمل موضوع ال $50,000 بتاع الشركه الراعيه او اللي ده اللي كنا اسمها عايزين نتكلم ماتش امبارح. وورلد ده. تمام. الله ماتش وورلد مش في قضيه انتوا رافعينها قدام المحكمه الرياضيه؟ ماتش وورلد مش رافع عليكم قضيه قدام القضاء المصري طالبه منكم تعويض $1,000,000 علشان رحله المنتخب لجامايكا وشيلي وما تسددش المبلغ، وجالكم جواب من الجهه الاداريه هجيبه لكم. قال لكم لازم تسووا. شوف انت بتقول طب ايه شوف انت بتقول لا اقول لك ايه انا بقول لك موجود الجواب الجهه الاداريه ما اقدرش اقول لك لازم تسووا المبلغ. لا في جواب ما كملش يا كابتن. اسمح لي بس. طب كمل اديله فرصه. ماشي اكمل. قال لازم تسووا ده المبلغ ده $50,000 والا هيتعتبر مخالفه ماليه. طيب انتوا الشركه ما دفعتش، قلت لكم مش هتدفع لان هي طالبه تعويض وقضيتها مرفوعه قدام القضاء المصري ماتش وورلد، وانتوا شاكين المحكمه الرياضيه ما هتحلتش والجهه الاداريه واقفه لكم بقى على لازم تحلوا المساله دي. يعني عايز توصل عاوز اوصل ان ما ينفعش شركه ثانيه متعاقده مع الاتحاد تسدد مبلغ شركه في مسائل قضائيه. والكلام ده انا مش قلته، الكابتن احمد مجاهد طلع وقال اللي دفع الفلوس ده اعضاء مجلس الشركه الاداره. الثانيه قصدك الشركه الراعيه اللي هي موجوده دلوقتي. يعني احمد مجاهد قال استنى بقى. ان اعضاء مجلس الاداره اللي دفعوا قال بالاسم. قال المهندس حسن فريد والمهندس محمود الشامي. الكابتن فاروق جعفر قال لا ده طلبوا مننا ان انا اجي اسوي $50,000 ده عشان المجلس اداره الاتحاد ما يروحش في استندايه. كابتن فاروق يدفع ماشي. وطلبت ابني احمد يجيب لي دفتر الشيكات، وفي الاخر اكتشفت ان المساله خلصت مع الشركه الراعيه. فاذا المساله ما ينفعش ان انا اداري على فساد، ده اسمه فساد. انت سويت المبلغ بس سويته بايه؟ انا الطريقه الصحيحه اللي سويت بها هذا المبلغ. ده لسه هفتح ملف ثاني يا كابتن. بس خلينا في واحد بعد اذنك. اولا كابتن حسن فريد له احترامه وتقديره. انا ما اخطاتش، راجل محترم. ما انا بقول لك له احترامه وتقديره، والناس دي بتشتغل بمنتهى الشفافيه. لكن انا لما باجي اقول ان اتحاد الكوره ماشي في الاجراءات القانونيه ضد الشركه، وفي لجنه بتيجي من وزاره الرياضه بتبحث الاجراءات اللي الاتحاد خدها. التفتيش المالي والاداري. ما انا بقول لحضرتك انا بكلمك بمنتهى انا ماليش واخد بالك. وهذا الواقع مظبوط. ما هقول لحضرتك بس. وهذا الملأ انا ماليش واحد عضو مجلس الاداره قال لك ان اللي دفعها المهندس محمود الشامي والكابتن احمد والكابتن حسن فريد. هل ده كابتن ما سموش فساد؟ دقيقه واحده انت اتاكدت ان المهندس محمود الشامي والكابتن حسن فريد دفعوا؟ ده مش انا اللي قلت، ده عضو مجلس اداره مسؤول. يا سيدي ما يقول ماشي. هو الكلام كتير. دي واحده. الحاجه الثانيه الشركه نفسها ماتش وورلد قالت احنا ما دفعناش، والشيك طلع بايه؟ الشيك دفع في خزانه، انا بتكلم على الاداره الماليه، دفع في خزانه الاتحاد وطلع الشيك باداره الماليه باسم ايه؟ ماتش وورلد. دي واحده. طيب ما بعد اذنك. طب ما هو ازاي؟ بعد اذنك بقى. الشركه نفسها كذبتكم. بعد اذن يا سيدي اسمعني بس. يا سيدي اسمع. هذا الملف والقضيه والاجراءات شؤون القانونيه بتابعاها، واؤكد لك ان هذا الملف برمته مع العميد ثروت سويلم وبيتابعوا. لا راجل محترم انا اسف فيه. انا بقول لك يعني هذا الملف مع العميد ثروت سويلم، والكلام ده ما فيهوش غبار. لما يطلع عضو مجلس اداره بقى يقول لك ان فلان دفع، ده هو ما دفعش ليه كمان؟ يا كابتن ده انا بتكلم على حتى عنوان الحلقه اسمه الحرب الكلاميه. ما ينفعش الكلام ده. ما ينفعش الكلام ده. مش ليه اسم الحلقه كده يا استاذ حازم. انت تتذكر لما جيت قلت لكم ان في لجان بيكون رئيسها الحاج محمود الشامي، المهندس محمود الشامي، ومعاه الكابتن حسن فريد. ليه محمود الشامي وليه حسن فريد؟ عشان تبعد عن الشبهات. فاهم انت ازاي؟ انا لا اشكك في زمامهم يعني ولا ضمايرهم، لكن انا بتكلم على بالظبط. انا لا اشكك في ضمير ولا ذمه حد. هو كان دي حاجات وحشه. ان انما ما ينفعش انت شركه بينك وبينها قضايا. بص
قضايا مرفوعه قدام القضاء المصري وقضايا مرفوعه قدام المحكمه الرياضيه وتيجي تسوي لها حاجه بامانه سلافه يعني ولا فلوس مستحقاتها. بامانه وزاره الرياضه والشباب متابعه جيد جدا، الشؤون الماليه والقانونيه عندنا متابعين جدا، الملف كله عندنا عن التصرف. والحلقه بتاع السبت الجاي هجيب لك المتابعه بتاعتها. احنا عايزين واحنا داخلين على ختام الحلقه يا استاذ عبد الشافي في ملف الحرب الكلاميه ده عشان نقفله، احنا فاتحينه امبارح والنهارده، ايه التوصيات اللي حضرتك شايفها؟ 1 2 3 4. لا، هو التوصيات اللي المفترض احنا نقولها النهارده ونتوقف عندها توصيات تقرير الكابتن شوقي غريب. الكابتن شوقي غريب قدم تقرير من 40 صفحه فيه كلام كتير على معسكراته في شيلي وجامايكا. نجيبه الحلقه الجايه. هاتوا يا ريت نجيبه الحلقه الجايه. لا انت بتتكلم على شويه تعليقك ايه اللي مستوقفك في التوصيات؟ استوقفنا في التوصيات اللي هو الابقاء على الجهاز المعاون. ده مش اختصاص الكابتن شوقي غريب خلاص، لان هو الراجل مهمته انتهت. مهمته انتهت. يعني توصيه من التوصيات بيقول لك حافظوا على الجهاز المعاون، والتوصيه الثانيه اللي ما عجبتنيش حافظوا على قوام المنتخب اللي هو المجموعه دي اللي هم مفترض يبقى منتخب المستقبل. يعني انا مش هلعب في 2015 هلعب في 2017. لا طب ما انا عندي حارس مرمى عصام الحضري 43 سنه، عندي عماد متعب 30 سنه، عندي محمد نجيب 34 سنه، عندي حسام غالي فين الشباب اللي طالعين؟ فين بناء المنتخب؟ انا عايز اقول كلمه صغيره. يكمل يا كابتن عزمي. اقول كلمه صغيره بالامانه وده بمنتهى الشفافيه. في مدرب عام موجود اسمه علاء نبيل، من المدربين المحترمين جدا 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 جدا، وده من تلامذه الكابتن محمود الجوهري ونفس مدرسه الكابتن الجوهري. طيب دي امانه للحقيقه. فانا معترض على توصيه الابقاء على جهاز المعاون، لاني انا لازم كمان ادي حريه للمدرب اللي جاي سواء كان اجنبي او مصري، لازم حريته يختار جهازه اللي هيساعده في العمل. فالكابتن ممكن اسميها توصيات او اقتراحات من الكابتن شوقي غريب، بس اعتبرها اقتراحات وتوصيات في غير محلها. يعني فيها يعني كان يتكلم في نواحي فنيه، في الناحيه الفنيه اكتر. وحكايه الاحتفاظ بقوام المنتخب، احنا قلنا اعمارهم دلوقتي عماد متعب، محمد نجيب، حتى حازم امام اللي هو اصغر واحد الباك رايت في المنتخب 27 سنه. يعني لما يوصل 2018 يا كابتن عزمي هيبقى عنده 30 سنه. يبقى في الحريه للجهاز الجديد. يبقى الحريه للجهاز الجديد واعمل جهاز من سن تريزيجيه ومن سن الناس الصغيره. نقدر نعتبره ان يعني كلام حبر على ورق مش هيتنفذ. انا عارف دي توصيات يعني. توصيات برضه اللي قالها ان كمان لازم بطوله الدوري تنطلق في شهر اغسطس. طيب نرجع ل حضرتك شايف الملف الخاص بالحرب الكلاميه في اتحاد الكره ازاي نقفل عليه نغلقه؟ نقفل ان لازم يبقى في متحدث رسمي لاتحاد كره القدم هو اللي يطلع يتكلم. ما ينفعش رئيس الاتحاد يطلع يقول كلام، جمال علام يتكلم يقول انا مدرب اجنبي، والمهندس حسن فريد يطلع يقول لا احنا هنحتفظ بالكابتن شوقي غريب ومدرب وطني. ده تضارب. في ملفات كتير مفتوحه، ودلوقتي كمان بطن الاتحاد طلعت اتعمل له عمليه فجروا بطنه. لما يطلع عضو واحد الكابتن فاروق جعفر يتكلم ان في عضو مجلس اداره عاوز يسفر عمال او سفر عمال مع منتخب الكره الخماسيه وحاجات كتيره، كرش الاتحاد طلع بره. اللي هي الغسيل اللي مش كويس. الغسيل اللي مش كويس ما ينفعش. لازم يكون شخصيه تطلع تتكلم. يعني ليه الكابتن عزمي مجاهد ما يطلعش يتكلم على كل حاجه؟ في كل حاجه. لا انا شوفهم كلهم بيتكلموا. لا في حاجه عشان انا لازم الختام يكون مع الكابتن عزمي عشان هو نشوف ما هو توحيد الرؤى. خلاص الانقسام يكون داخل غرفه الاجتماعات. ما يكونش الانقسام على صفحات، على الشاشات او صفحات الجرايد. لازم يقعدوا مع بعض ويسمعوا بعض. ما ينفعش الكابتن حماد المصري يطلع يتكلم او ليه مصلحه يمررها. وبعدين انا اسمع لي في ملاحظه عاوز اقولها قوي بالنسبه لتشكيله مجلس اداره الاتحاد، مع احترامي كلهم شخصيات محترمه، كلهم شخصيات محترمه. انا ما ينفعش كلهم اللي رئيس نادي الحمول واللي رئيس مركز شباب واللي رئيس نادي بلديه المحله. طب امال ايه؟ لا دي انديه درجه ثانيه يا جماعه. الله دي انديه. امال فين الاهلي وفين الزمالك؟ طيب اسمح لي خلاص وجهه النظر وصلت. كابتن عزمي في نص دقيقه اتحاد الكوره هيقفل على الملف ده ازاي؟ الغسيل اللي مش كويس ده اللي بيتنشر، الحرب الكلاميه، الناس اللي بتخبط في بعضها دي، يعني الاعلام له دور كبير فيها لان الاعلام بيبحث عن الاثاره. لكن انا بطلع اقول كل الاخبار وبطلع اقول كل البيانات. ما بيبقى في برضه الكاميرا وما ادراك ما الكاميرا بيبقى لها بريق. فممكن الواحد بتاخده الجلاله ويروح. كابتن فانا لازم اقول حاجه.
والجهات كلها المؤسسات المحترمه لما بيكون عندها متحدث رسمي، انا بتكلم في كل حاجه. لا اكمل كلامي بس يا فندم. يعني لما بيكون اي مؤسسه محترمه عندها متحدث رسمي بيبقى محظور على اعضاء مجلس الاداره، محظور على الموظفين، محظور على العاملين ان هم يتحدثوا في وسائل الاعلام، وبيبقى المتحدث الرسمي ده هو المسؤول. برضه اقول لحضرتك حاجه، برضه الاعلام له دور كبير فيها، ومش كل ما يكتب يصدق. لكن اللي انا عايز اقوله استاذ عبد الشافي ان مجلس الاداره مختار بالجمعيه العموميه، ده راي الجمعيه العموميه، مشكله في ولا نتدخل في راي الجمعيه العموميه. الجمعيه العموميه دي مشكله. لكن اللي انا عايز اقول لك ان الناس بتشتغل وبتشتغل بهدوء وبتحاول، واخد بالك، وبتجتهد. تمام. والنجاح من عند ربنا. تمام. احنا انا عايز اقفل بس في حاجه. وقتنا عايز اقفل حاجه بس، نشوف ناكد على وزير التعليم العالي ده. الحاجه الثانيه بقول للكابتن احمد الجيزي مدير نادي الصيد في طرحنا الموضوع في بورسعيد، ان احنا طرحنا الموضوع، وانا على ثقه ان الفريق مميش. انا كنت محظوظ ان انا قابل الفريق مميش في اسماعيليه في مقر هيئه السويس، وشخصيه محترمه ومصر تفخر بيه. تمام. ولن يتاخر عن مساله ان شاء الله. بس يكون في رد من الفريق مميش باذن الله، والحفاظ على هذا النادي المحترم. احنا بنشكر ضيوفنا اللي شرفونا النهارده، الكابتن عزمي مجاهد المتحدث الرسمي باسم اتحاد كره القدم المصري ومدير الاعلام في اتحاد الكره. شكرا كابتن عزمي، شكرا جزيلا وربنا يخليك والنور ليك. وبنشكر كمان الناقد الرياضي الكبير الاستاذ عبد الشافي صادق مدير تحرير الاهرام الرياضي. شكرا استاذ عبد الشافي، تحياتنا. شكرا لكل مشاهدينا اللي بيتابعونا وبيدونا هذه الثقه في برنامجنا في اللي بنطرحه سبت وحد اسبوعيا من القناه الثانيه وقضايا رياضيه. غدا ان شاء الله طبعا بنشكر كمان هبه، ودايما ان شاء الله يوميا على شاشه القناه الثانيه اسره جديده بتقابلكم وعالم الرياضه. شكرا. انا بقى عشان عندي نقلتين على السخان. خد بالك من السكه يا ابو حسام. ما تخافش طول ما انا مظبط الطريق بتاعي. السواق اللي بياخد مخدر عشان يفوق صحيح عينيه مفتوحه، بس تقديره المسافات غلط. يعني عينيه هتشوف ويبقى عايز يقف، بس عقبال ما رجليه تدوس على الفرامل يبقى فات الاوان. هبعد عن التعاطي واختار حياتي. اسمع ونزل على موبايلك أحلى رنات وأغاني الفنان عمر خيرت. اتصل من أي محمول على 1424 أو من أي خط أرضي على 0900 94 34 ودخل كود الأغنية.